فاهم؟ يعني هم بقول لك عمرو مش عارف ايه، احنا اللي ما هو ما فيش شك ان اكيد طبعا انتوا اللي هتعملوا مهما كان. لو انا جاي لكم رونالدو وانا انتوا اللي هتعملوا لي، ما انا جاي محترف وجاي بلعب منتخب مصر الاول. بس ما فيش شك ان الزمالك علاني كتير جدا وزودني وزود شعبيته حاجات كتير قوي محدش يقدر ينكرها. يعني هو ما فيش حد اصلا منك كده عشان انت تقول كده. فاهم؟ ثانيا يعني في الاول وفي الاخر يعني المفروض ان انا راجل مشكلتي مش هينفع ان انت كل الناس تبقى فاهماها. بقول لك يعني انا مشكلتي لا مش محتاجه تسجيل. انا مشكلتي هو راجل بيسجل. انا مشكلتي كانت اداريه، ما كانتش بين لعيبه. الحمد لله لعبت زي اخواتي. وفي نفس الوقت الجهاز الفني دوت اب ليا كابتن حسن وكابتن اسماعيل طبعا اخ كبير ليا وكابتن كلها. فانا ما عنديش اي مشكلات اداريه واتحلت والموضوع انتهت واتمرنت بنفس التمرين بتاعي اللي هو الفرد شغال فيه والتمرين بعد كده ان شاء الله نازل النهارده تمرين الجماعي مع الفريق ومفيش اي مشكله بيني وبين الجمهور يا سيدي. يعني زي ما هم شايفين ان انا غلطان، فانا يعني مفيش مشكله انا اعتذر للجمهور. لو انا غلطان انا بعتذر له، لكن انا شايف نفسي مش غلطان. لكن لو هو يعني مش عايزهم يبقوا زعلان مني. يعني جمهورك يعني انت كل حاجه بالنسبه لك انت مش غلطان عشان بتطالب بحقك. يعني هو اللي بيطالب بحقه مش معقول النهارده اللي بيطالب بحقه. طب انت عايز خصوصا انا لما انا الناس تزعل مني انت، انا اقول للجمهور ازيك يزعل مني رغم برضه ان هو حق يزعل منك. انت لما يكون الموقف ان انت زيك زي الناس السنه دي واخد حقك السنه اللي فاتت والكلام ده كله، وجيت السنه دي النهارده فاهم؟ اتكلم فاهم؟ وجيت السنه دي فاهم ازاي؟ اللعبه كلها مستحمله انت مش مستحمل. لكن انت ما ينفعش اول موسم بدا اللعبه كلها كانت واخده حقها انا الوحيد اللي ما خدتش. وبعد كده بتطالب مني ان انا استحمل مع اللعيبه في الفلوس الجديده. قعدت 5 شهور ده اللي اتكلمت فيه. وبعدين انت منعت مع الكابتن حسن والجهاز ومع المجلس القديم والجهاز فاهم؟ وبعد نزلنا ان المشكله كانت تتحل بيننا وبين بعض. ما حدش وقف جنب حد سمعني. لما جه واحد محترم زي عثمان ضحى بس وعمرو الجنبي الناس جت سمعتني فاهم؟ المهم يعني في الاخر الموضوع اتحل في وقت قليل. حتى انا كانت اخر مشكله بالفاسكو كانت الاربع الموضوع اتحل لحد دول الاثنين كنا نخلص الموضوع ونزلت هنا مفيش مشاكل. هي في ميزه بس لكن انا اكيد عايز اتكلم مع الجمهور ومبسوط الحمد لله بسير في النظر بقى. الفرقه كده ما تقفش على حد والنادي ما يقفش على حد. يعني ده اكبر من اي لعيب، ده حاجه طبيعيه واقعيه في اي حته في العالم فاهم؟ الحمد لله الفرقه ماشيه. انا عايز اخش الفرقه اكون اضافه. حتى الجمهور لو مش متقبل اكون انا هنسحب. يعني انا لو جيت النهارده نزلت فاهم؟ يعني انا اللي زعلني الماتش اللي فات مش ان الجمهور بيشتم الكلام ده كله. انا زعلت ان النهارده يا جماعه طب ماشي كنت زعلان بقول للناس كانت بتشتم او بتقول الكلام ده. انا اول ماتش شتمت صح في نادي الزمالك. يعني انا عمري ما شتمت حتى لو الفرقه كانت ماشيه كويس عمري ما شتمت. فكان بالنسبه لهم فجاه. فقلت طب الناس ممكن من حبهم قبل كده ان انا حاسين ان انا ماشي. وطبعا انت فاهم اللاعب اللي بيلعب في الزمالك هيقول لك راح الاهلي، اللاعب اللي بيلعب في الاهلي يقول لك راح الزمالك. دي سنه الكلام يعني او الاعلام بيفخمها كده. كان طبعا انا بحترم الكلام دوت. كان ده حتى لو كنت همشي من الزمالك كنت همشي مش عشان عايز امشي، كنت همشي عشان ما كانش في تقدير ليا فاهم؟ وفي نفس الوقت كنت همشي هاخد حته بره. لكن طول ما انا في مصر انا موجود طبعا مع نادي الزمالك والكلام ده كله. وما بتاجرش باسم النادي وما بتاجرش ولا النهارده عايز اعدي العقد فبقول انا رايح كذا. لا خالص انا عقدي مستمر لسه السنه الجايه خلاص. يعني في ميزه كانت حصلت امبارح لعيبه الزمالك كلها يعني غير الكلام اللي كان بيتردد ان هم مش عايزين عمرو اعلن له عكس. يعني انت استقبلت الكلام ده ازاي؟ اللعبه دي كلها زمايلي هم عايزين عمرو يدخل لنا عشان شايفين عمرو النهارده. بقول لك النهارده انت لازم تدور ككيان او كنادي النهارده بتدور على بطوله. اسلحتك كلها لازم النهارده تستغلها. يعني عمرو دوت يا اما عمرو او غير عمرو لعيب يا اما هيفيدني من النادي هنا فاهم؟ لو مش هيفيدني ما يبقاش مكلف عليا. صح يا جماعه لازم بقى يعني نتكلم بقى باحترافيه. انا اذا كنت النهارده ابقى موجود واحد بتحل لي لو ابقى موجود خلاص يبقى انزل ان اتمرن واطلع عيني يطلع عيني في الملعب واموت نفسي ان انا اخدم الفرقه دي واخدم الجمهور ده ناخد بطوله فاهم؟ عمرو او غير عمرو النهارده انا شايف ان انا مش هيبقى ليا دور. طب ليه تكلف ان انت من كده مستحيل هتفضل تمشي واخدها سواء دلوقتي او بتاعت الدور الثاني او الكلام ده صح؟ لا يبقى توفرها احسن بقى تجيب بهم لعيبه وتوفرهم من اللعيبه تديها فلوس. لكن انا ابقى موجود لازم يبقى ليا دور والكلام ده كله فاهم؟ فان شاء الله انا اتمنى ان اكون يعني طبعا زي ما كنت مع الفريق ان شاء الله في بدايه الموسم ماشي معاهم الحمد لله بشكل كويس وبشارك وكلام من ده. وكان ليا بسمع الفريق فاهم ازاي؟ ما تنساش طبعا فضل الجهاز الفني ده عليا لان الناس دي وقفتنا على رجليها. مش هم بس انا عندي اصرار ان انا كنت عايز ارجع الحمد لله والشكر لله. بس عايز اقول للجمهور انا استحملت يا جماعه كتير في حاجات كتير جدا ما ينفعش اتكلم فيها حفاظا على الكيان او الناس اللي بتمثل نادي الزمالك. لكن انا زعلت منكم عارف انتوا زعلتوا مني عشان انتوا بتحبوني. يعني مش زعلتوش من عمرو او بتشتموه عشان كذا. بس خلاص هو موضوع المفروض اللي هو خلاص خلص وانتهى فاهم ازاي؟ وازاي بفكر النهارده نلم كل اللعيبه سواء عمرو او غير عمرو ازاي ان احنا ناخد بطوله. ان الماتشات مش هقول ان عشان 5 ماتشات جايين صعبين لا ما هو في 5 ماتشات دول وفي الدور الثاني وفي افريقيا فاهم؟ وفي كاس في حاجات كتير جدا عندنا طموح احنا عايزين ناخد. ف يعني انا تحت امر الجمهور والله. حتى الجمهور لو انا جيت لو الجمهور بعد ما يسمعنا النهارده مش عايزني اكون موجود فاهم؟ صدقوني انا